ياه، أمال المغرب ده يأذن امتى؟ جوع وعطش وحالة صعبة. طب وانا في الاخر بستفاد ايه من ده كله بس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن حلقة اليوم هنتكلم عن الصيام، فوائد الصيام، وهنتعرف كويس جدا عن الصيام لأنه حرفيا حاجة من أهم الحاجات اللي في الحياة، لدرجة إن حرفيا كل الأديان السماوية وصت بيه. وأيضا حتى فلاسفة اليونان اللي كانوا قديما كان من شروط إنك تتعلم تحت إيديهم إن أنت حرفيا تصوم ليهم مثلا بضعة أيام أو عدد أيام معينة. بإذن الله نتعرف عن إيه هي حرفيا فوائد الصيام وإيه اللي بيعمله الصيام في عقلك وحتى كمان جوه جسمك. يلا بينا خلينا نشوف. الصيام ليه فوائد كتيرة جدا، منها فوائد صحية ونفسية وروحية. فخلينا نشوف ايه هي الفوائد دي. اول حاجة وهي الفوائد الصحية: تحسين الجهاز الهضمي، بيمنح للجهاز الهضمي ان هو يقدر يعمل عملية ينظم نفسه وقسط من الراحة، وكمان يمنعه من بعض الالتهابات الخطيرة جدا. اتنين، وهي تنظيم مستويات السكر في الدم، في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري. ثلاثة، وهي تعزيز صحة القلب، بانه بيخفض مستوى الكوليسترول في الدم وكمان الضغط بتاع الدم. أربعة بقى، تحسين وظائف الدماغ، يحفز إنتاج البروتين والتحافظ على صحة الدماغ وتقليل التوتر وتقليل خطر الأمراض العصبية والمساعدة في تقليل التوتر. وكمان أهم حاجة طبعا وهي المساعدة في تقليل الوزن علشان بيقلل من السعرات الحرارية. ست بقى، وهي إزالة السموم في الجسم. ازاله السموم في الجسم، انا عارف بقى ان الكلمه دي غريبه شويه، هتقول لي ازاي بقى يا ابو حميد وازاي ازاله السموم من الجسم؟ هقول لك انا ازاي. يعني هو انا يا عم لو ما كنتش صايم يعني كان هيدخل السموم في جسمي؟ لا، انا هقول لك ازاي. عشان هو بقى بيعزز وظائف الكبد والكلى في التخلص من السموم. فانت كده اعتقد انك انت فهمت. اما سبعة بقى، فهي بتقوي الجهاز المناعي جدا، بيحفزه وبيساعده على تجديد الخلايا المناعيه. اما بقى الفوائد النفسيه والروحانيه ففوائد كتيره جدا، منها بقى تعزيز الاراده والانضباط، وبيساعدك ان انت حرفيا تركز على الانضباط، وان انت تبطل مثلا لو عندك بعض العادات السيئه تقدر تبطلها، ان اسهل وقت حرفيا تبطل فيه العادات السيئه، وده اللي هيجي معانا قدام ازاي تبطلها في رمضان. في رمضان او في اي صيام عامه، لانه حرفيا بيقلل من الشهوه بتاعت الجسم او حتى تحفيز الحافز ان انت عايز تعمل معاصي، وبيحد من الشهوات لانه حرفيا بيحكم جوارحك، ان هي حرفيا بيركز على الجوع او بيركز على جزء معين وان انت حاسس ان انت عايز تاكل او اي حاجه، فده بيساعدك ان انت تركز على هدف، وبيساعد على الهدوء النفسي وتقليل التوتر، ويقلل من افراز هرمونات التوتر ويحسن المزاج. ثلاثة بقى، وهي زيادة التركيز، اللي انت حرفيا ممكن تمسك مثلا البركة في الوقت ان انت تقدر ان انت تمسك تذاكر درس مثلا في انت صايم، حرفيا انت ممكن تخلصه في ساعتين، انت حرفيا ممكن تخلصه في اقل من ساعة، حدود 45 دقيقة مثلا، عشان هو بيخفف من التشتت وبيساعد على التركيز وبيحفز من التركيز والانتباه. أربعة بقى، تعزيز الشعور بالامتنان والعاطفة، علشان هو بيشعر الصائم بمعاناة الفقير، وده اللي حرفيا الإسلام فرض علينا الصيام عشان حرفيا تحس بمعاناة الفقير، ويبدأ الغني يساعد الفقير في الأكل وفي الإطعام، وده اللي بيعزز بقى العطاء والرحمة، واللي بيخلي المجتمعات حرفيا تنبني بشكل كبير جدا. أما خمسة بقى، فهي تقوية العلاقة مع الله عز وجل، حيث إنه بيعزز التقوى والخشوع من خلال العبادات اللي بتكون أثناء الصيام وحتى كمان الدعاء. والصيام مش مجرد امتناع عن الأكل والشرب، بس هو فعليا أسلوب حياة بيساعدك على إنك توازن ما بين جسمك وروحك، إن هي تبقى أنت نفس الإحساس. واحدة من أركان الإسلام وهي صيام شهر رمضان، وإحنا عارفين في شهر رمضان، فكل عام وأنتم بخير. ولكن حاول تركز على صيامك وما تطلعش من صيامك بس بالجوع والعطش، علشان قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي الخوف من الله عز وجل والخشوع، فهي حرفيا الصيام هو الوسيلة الوحيدة لذلك، ومن أقوى الوسائل لكده، اللي حرفيا هيخليك توصل لحاجات كتيرة جدا انت عايز تحققها، ولكن حرفيا ممكن ما تبلغهاش الا بس بالصيام، لان هي حرفيا صيام شهر رمضان بيساعدك جدا وبيديك الدفعة على انك توصل بعد كده تقدر تواصل بقية السنة. ومش عايزين ننسى ان ربنا قال ان هي ايام معدودات، حرفيا ايام بتعدي بسرعه. احنا يمكن حاليا في الفيديو ده
عدى يمكن اكتر من اسبوع من بدايه شهر رمضان. محتاجين نركز ونشوف انت كل لحظه انت عملت ايه من ساعه ما بدا شهر رمضان، ايه اللي بجد حسيت ان انت اختلفت فيه واتطورت فيه جدا. فلازم تركز في كده اهو. انا عارف ان رمضان بتاع السنه اللي فاتت انت قلت انه هيكون احسن رمضان. طب ايه اللي حصل؟ عدى عليه زي كتير من الرمضانات اللي عدت عليك قبل كده. فلازم بقى تحاول تخلي الرمضان ده هو واحد من احسن الرمضانات اللي عدت عليك، ان انت تعمل وضع ان انت حرفيا انا داخل رمضان انا عايز اطلع منه بكذا كذا كذا. انا مثلا كاحمد انا عامل برنامج مثلا في رمضان ده رسائل النور، عايز اطلع منه بحاجات كتيره جدا جدا وحاجات مهمه، ان انا مثلا اقدر مثلا على سبيل المثال اوصل مثلا القناه لعدد معين من المشتركين انا حاطه مثلا عندي في دماغي. مثلا احنا نعدي مثلا ال 10000 مشترك، او ان انت تقدر تحط مثلا في رمضان خطه لباقي السنه ان انا مثلا هفتح مشروع بيزنس اقدر اكسب منه فلوس. وان انت اكيد طبعا بتصلي كنت الخمس صلوات قبل كده، ولو ما كنتش بتصليها فحاول تلتزم ان انا اصلي الخمس صلوات كل يوم في اليوم، اذكار الصباح والمساء بانتظام خلال السنه كلها، فلازم تتعود عليهم في رمضان. او ان انت مثلا عايز تقيم الليل على طول، فانت لازم دلوقتي بقى تبدا تقيم الليل في شهر رمضان. ان حرفيا في حديث اللي هو بتاع خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. وبرضه حرفيا في حاجات كتيرة جدا بتغفر لك ذنوبك، منها قيام ليلة القدر. فانت مش هتبلغ قيامها غير ان انت مثلا تقوم الليل، فلازم تعمل لنفسك جدول. وده مثلا جدول يوريك مثلا ازاي تقدر تنظم وقتك وليلتك في رمضان. وعلى فكرة في اختلاف في رتب الصائمين، ففي واحد بيصوم ما بياخدش زي ما قلنا ممتنع عن الاكل والشرب، الصيام ملوش حرفيا اي لازمة. ولكن مش معنى كده ان هو يفطر، لان دي حرفيا رتبة من رتب الصيام. وفي رتبة ان هو حرفيا صيام الجوارح، انا صايم لله عز وجل، ما ينفعش اعمل بعيني حاجه تغضبه، ما ينفعش اختاب، ما ينفعش انام، ادي صيام اللسان. صيام السمع، ما ينفعش اسمع اغاني مش عارف ايه. حرفيا انت كانك جايب كيس ميه عمال تخرم فيه، كل شويه تجرح صيامك ببعض الذنوب والمعاصي. وما ننساش ان اجر الصائمين عند ربنا عز وجل هو انهم بيدخلوا من باب الريان، وده باب لوحديه حرفيا للصائمين. غير بقى العبادات، يعني مثلا في اسمه باب الصلاة، باب المصلين. او مثلا اغلب العبادات بابها باسمها، لكن الا الصيام بابه اسمه باب الريان. فحرفيا دي مكانة عالية شوية للصائمين، فاحرص على الصيام. وحتى مثلا صيام النوافل في غير رمضان، حرفيا انت مثلا لو صمت الستة من شوال بعد كده ثم الستة البيض كأنك صمت الدهر كله. او ان انت مثلا لو صمت يوم واحد في سبيل الله يباعد الله بينك وبين النار 70 خليفة ل70 سنة. فانت متخيل ايه اجر الصيام عند ربنا؟ ربنا يقول الصيام الا الصيام فهو لي وانا اجزي به، من عظمه جزاء الصيام. انه حرفيا برضه الصيام من الاعمال اللي ما تدخلش يوم القيامه في الحساب. زي ما قلنا ان في اعمال بتدخل في الحساب، هي الصيام والصبر وكمان العفو. فانت حرفيا في ركنين من دول انت بيدخلوا معاك في الصيام، وهو الصيام والصبر. انت بتصبر على الحرام وبتصبر عن بتمنع نفسك من بعض الاشياء شهوتك. فحاول بقدر الامكان برضو ان انت تعفو عن مثلا بعض الاشخاص اللي ليهم حقوق عندك، او انت مثلا في ما بينك ما بين شخص حاجه فتحاول تعفو عنه، لان انت حرفيا تبقى عملت الثلاثه وهو الصيام والصبر والعفو. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى اكون طولت عليكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. انا عارف ان في كتير منكم بيسال عن سلسله مصباح باذن الله متوقفه لغايه انتهاء شهر رمضان، وبعد كده هنبدا فيها تاني. فلا تنسى انك انت تضغط على زر لايك وتشترك في القناه علشان نوصل لهدفنا مع نهايه شهر رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.